جهاز تقدر تعتمد عليه، جهاز خفيف قادر اشيله لك بايد واحده، معالج رايزن 5 825 يو. طبعا احنا كنا اتكلمنا قبل كده على ديل انسبايرون 5 630 اللي كان جاي بكارت شاشه ار تي اكس 2050 ل 4 جيجا، وكمان كانت 120 هرتز السكرين. مش بس كده، لازم كمان نوفر نفس الفئه من المعالج الرايزن 5 625. طبعا لما بيكون الرايزن يا اما بيكون رقم اخر واحد يا بيكون 5، دي من الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها. بس المره دي هي نسخه الشاشه التاتش. طبعا الشاشه التاتش مميزه جدا مع الابعاد الجديده 16 انش 10 ل 16، مع وجود كمان الحمايه الخاصه بالكاميرا البرايفسي تقدر تعملها من هنا، فالموضوع فعلا بيسهل عليك بشكل كبير. وجود الفينجر برينت مع الباك لايت المميز، جهاز تقدر تعتمد عليه، جهاز خفيف قادر اشيله لك بايد واحده، معالج رايزن 5 825 يو مع رامات 16 جيجا اللي تقدر تعملها ابجريد، وهارد 512. ده غير طبعا الشاشه المميزه وكارت شاشه الاي ام دي ال 512 لو انت استخداماتك خاصه بالفوتوشوب، لو انت طالب ومحتاج تتحرك بجهاز 16 انش. جهاز طبعا زي ما انت شايف الجوده والحاله يعني خلاص بقت الحمد لله السمه بتاعتنا، فمش محتاج تدور كتير. ديل انسبايرون من افضل الاجهزه اللي احنا ممكن نرشحها لك، بالذات الفئه دي، لان هي بتكون جايه بخامات نوعا ما من المعدن مع البلاستيك المقوى، فبتكون مميزه جدا. كل المخارج اللي انت محتاجها متوفره، من اول التايب سي، اليو اس بي، كمان الاتش دي ام اي، ال يو اكس ال 35، مع كمان وجود الاس دي كارد لو انت محتاج مصور ومحتاج تشتغل على فوتوشوب وشويه حاجات بسيطه، فهيكون مميز جدا. يو اس بي كمان على الناحيه الثانيه، فبتكلم صراحه جهاز بشوفه مميز جدا، من افضل الاجهزه اللي ممكن تعتمد عليها. موجود الحمد لله في منتج ستور، سواء نسخه الرايزن او حتى معالج الانتل، واللي ممكن في مره ممكن نعمل لك ليه مقارنه ما بين الانتل والام دي. بس عامه الاثنين متوفرين في منتج ستور في 36 نص ميل وقاد ارض الجولف مدينه نصر.